بيبدأ المسلسل بتاعنا ببنت شغالة في سوق، وبتيجي سيدة عايزة تجرب نوع من أنواع الفاكهة بتديلها بطلتنا واللي اسمها جانج، فبتطلب بعدها تجرب نوع فاكهة تاني بس غالي، لكن جانج طبعا بترفض وبتعرفها إن هو ما ينفعش تفتحها وممكن تاخدها على ضمانتها لأن طعمها حلو وهي جربتها. فالسيدة الحرباية بتتريق عليها، بتقولها هو أنت عرفت طعمها منين أصلا؟ أنت أكيد سرقتي واحدة منهم علشان تكوني جربتيها. فبترد عليها باحترام وبتعرفها إنها أكلتها في البيت مش أكتر. بتقولها أنت عبيطة، أنت مرتبك مش هيكفي أصلا علشان تشتريها. بتتضايق جانج وبتقولها أنت إنسانة على فكرة عايزة تتربي، وبتبدأ خناقة بين الاتنين. وبتيجي صديقتها اللي اسمها لي بتحاول تعتذر للسيدة بس برضه بتفضل متعصبة جدا وعايزة المدير. وبتروح جانج للمدير واللي بيزعق لها بيقولها ان الزبون دايما على حق والمفروض كنت تعتذري منها وانك لو عملت مشكلة تاني هتطردي. وفي الشركة المسؤولة عن الأغذية بيبقى في اجتماع وبيقف شاب كده اسمه جون بيشرح سبب انخفاض المبيعات في السوق التجاري. بيتكلم واحد تاني اسمه هيون ان السبب ان هو ساب مسؤولية الفرع ده لاخوه الصغير تشانج. وبيبقى تشانج قاعد ومتضايق اصلا من طريقة كلام اخوه عنه، واللي بيكمل وبيقول ان هو يستنى لمدة 3 شهور، لو نسبة المبيعات ما زادتش هيمسك هو الشركة من تاني. بينتهي الاجتماع وبيطلع تشانج كده على السطح وبيبقى معاه جون صاحبه بيقول له انا مش هسمح ان الشركة تتاخد مني ابدا وان اخويا يقلل مني قدام حد كده كاننا قاعدين في البيت، علشان كده لازم تساعدني وتروح تطمن بنفسك على السوق تبعنا لاني بثق فيك جدا. بيرد جون ان هو بصفته النائب بتاعه كنت هعمل كده اصلا. عيب يالا ده انت اخويا انت تؤمر وانا عينيا ليك. بيقول له تشانج انا بعتبرك عيلتي الوحيده علشان كده احنا لازم نحاول نتجوز بنت عيله غنيه اللي اسمها تايجن. وقتها اخويا الكبير هيون مش هيقدر يتكلم معايا والشركه مش هتروح مني وان انا اللي هروح الموعد المدبر لينا النهارده. بنرجع لبطلتنا اللي بنشوفها خدت باقي اليوم اجازه علشان عندها مشوار وبتودعها صديقتها ليه، وبيبقى تليفونها عمال يرن فبترد وبتطلع مامتها واللي بتسالها خلصت مكياج ولا لا. بترد جانج بانها خلصته. بتحذرها والدتها بان الموعد ده لازم ما يبص زي اللي قبله كده واللي قبله وانت لازم تتجوزي في اقرب وقت. واول لما بتقفل مع مامتها بتبعت رساله للبطل بتاعنا بتغير المكان اللي هيتقابلوا فيه. وبيطلع بقى ان جانج من عيله تايجن ودي عيله غنيه خالص وانها البنت اللي هتقابل البطل، وبتبقى من ورا اهلها عامله انها بنت عاديه وكمان بتشتغل علشان تعتمد على نفسها بفلوسها ومحدش بيبقى عارف هويتها الحقيقيه. بيدخل كده وانج وده بيبقى مساعد مامتها بيجيب لها كام فستان شيك كده علشان تختار منهم وهي بتختار واحد وبعدها بتطلع تجري، لكن بيوقفها وبيقولها ان هو لازم اوصلك. بتقول له لا يا غالي هروح انا لوحدي وانت روح نفذ اوامر امي السلام. وبتركب العربيه على طول علشان تروح الموعد. في نفس الوقت بيبقى تشانج شاف رسالتها علشان كده بيطلب من جون يجيب له صوره عنها علشان يشوف شكلها. وفعلا بعد شويه بيبعت له صوره لقاها كده بالعافيه على مواقع التواصل. بنلاقي بعدها والده جانج كده طالعه من الصالون وبتقابل واحده اسمها هان، ودي بقى بتبقى عشيقه جوزها يعني اللي بيحب يقضي اكتر وقته معاها واللي بتستفزها وبتعرفها ان الرئيس قابل الشهر ده 3 بنات وانها لازم تخلي بالها منه. فبتروح للبيت وبتلاقي الرئيس كده قاعد يتغدى. بتتخانق معاه وبيبان ان هو شخص عصبي ومتسلط. بيقولها بقول لك ايه انا الملك واعمل اللي انا عاوزه. بترد عليه رغم خوفها وانا كمان الملكه ومن حقي اعيش الحياه اللي انا عايزاها، وبتمشي على طول. نروح بينا لجون اللي بيوصل بطلنا بقى للفندق. بيقول له بقول لك ايه انا هروح اعمل حاجه كده لما تخلص الموعد بتاعك. في نفس الوقت اصلا بطلتنا في عربيتها بتغير الفستان وبتلبس بنطلون مقطع كده وبتحط مكياج غريب علشان تبان مختلفه. بيشوفها جون وبتلفت انتباهه. بعدها بتروح لمكان تشانج كده وبتقعد قدامه وبيكون مش عارفها. بتبدا بقى تعرفه بنفسها وبيبقى مستغرب جدا لانها مختلفه عن الصور اللي شافها. في الصوره بنت رقيقه وفي الحقيقه بنت مخيفه، وبسبب طريقه كلامها معاه بيقول انا فهمت اللي انت عاوزه تعمليه والمفروض كنت تفهميني من الاول وتعرفين ان انت رافضه الجواز بدل ما تعملي كده في نفسك، لان اكتر حاجه بكرهها ان حد يستخدمني كوسيله علشان يوصل للي هو عاوزه. فبقى انا هخنزر عليكي هقول لاهلي ان انا اعجبت بيكي وموافق. بتتضايق جانج ان خطتها فشلت فبيقوم بيقول لها بقول لك ايه انا بخوفك مش اكتر. ولسه تشكره وبتقول له وقعت قلبي. بيكون رمى عليها كوبايه الميه وبيقول لها الموضوع ما خلصش لحد هنا ده انت طلعت خنزير يالا. واول لما بيطلع بيكلم والدته وبيعرفها انها طلعت مرتبطه ورافضه الجواز اصلا. في نفس الوقت بيبقى جون بيروح لاوضه كده في الفندق وبتبقى مستنيه بنت فيها وبتطلع انها حبيبته وبينفصل عنها لانها مستعريه من حاله عيلته الماديه وخصوصا انها بنت عيله غنيه بينما هو مساعد لابن عيله غنيه. بعدها بنشوف جانج كده في الحمام بتحاول تعدل شكلها وبتمسح المكياج. بتقعد تعيط على الحاله اللي هي فيها وهي خارجه بيشوفها جون وبيلاحظ انها مسحت مكياجها. بتخبط في بنت وهي ماشيه بالغلط وحاجتها بتقع وبتنزل تلمها لكن ما بتاخدش بالها من التوكه بتاعتها. بياخدها جون وبيروح علشان يديها لكنها بتكون مشهد. وبيروح ياخد بطنه وفي الطريق بتتصل عليه مامته فبيفتح البطل بداله وبيسلم عليها. بتعزمه وبيبقى كده جاي عندهم. وبنعرف ان ام جون شغاله خدامه في بيت هان وكمان ابوه بيبقى شخص عاجز ومريض. نروح بينا لام جانج اللي بتجيلها السكرتيره بتعرفها انه ممنوع تسافر بالطياره الخاصه وبتكون والده جانج عايزه تسافر علشان تزور حفيدتها. فبتقولها طب اعمل ايه دلوقتي يعني. بتعرفها السكرتيره انها لازم تحجز اي تذكره عاديه وخلاص ومش شرط طياره خاصه يعني. فبتعرفها انها حاولت بس ما
تنفعش لان جوزها موقف كل فلوسها. بتروح البيت وبتعتذر له علشان يرجع لها كل حاجه من تاني، لكنه بيخنزر بيقول لها باكل مش فاضي دلوقتي. وبتكون عرفت اللي عملته جانج، فعلشان كده بتروح تزعق لها وبتضربها بالقلم. وبيظهر ان علاقتهم مش الطف حاجه خالص. وبنشوفها كده بتنزل تعزف على البيانو وبتفتكر كلام الكاهن ليها زمان بان جوزها هيبقى شخص مسيطر وهيبقى عايز يبقى زي الملك وكلامه دايما بيتسمع، وان كمان بنتها الصغيره حظها افضل منها، علشان كده بتتعامل معاها ببرود وبتبعدها عن كل املاكهم وبتخليها مكسوره. بيجي ابنها الكبير اللي اسمه جونج، بتقول له انا هسافر بكره وهروح اشوف بنتك وانت خليك هنا واهتم بالشركه لان في المستقبل عايزاها تبقى بتاعتك. وبيظهر انها بتحب ابنها الكبير جدا وبتهتم بيه عكس طبعا بطلتنا. وفي السوق التجاري بتبقى ليه بتنظف مكتب جون وبيبان انها معجبه بيه، وبيجي هو كده وبيشكرها وبيبقى مستغرب اهتمامها بالزياده وشكل فيه قصه حب جانبيه ولا ايه يعني. وبتكون جانج رايحه تقابلها، لما بتشوفها بتروح لها كده وبتوجه ليه يعني كلامها لجون. بتعرفوا ان دي صاحبتها وشغاله معاهم برضه، فبيسلم على ليه بس من غير ما يهتم اصلا بوجود جانج خالص. بيبص لها من فوق لتحت وبيمشي، علشان كده هي بتتضايق من نظراته ليها، وخصوصا انها عمرها ما شافته قبل كده اصلا وازاي يتعامل معاها ببرود. وبتروح تساله انت تعرفنا قبل كده علشان تبص لي بالطريقه ديت؟ بيقول لها ايه ده، هو انا عملت معاكي حاجه؟ انا نسيت اصلا انا عملت معاكي ايه. بعد كده حاولت تسيطري على افعالك. وبيمشي وبيسيبها وهي بتكون متضايقه. قررت تروح وراه علشان تعلمه الادب، لكن صديقتها ليه بتوقفها وبيروحوا يركبوا الاتوبيس. وبيروح بعدها جون البيت كده وبيلاقي مامته هناك وبتكون مجهزه له الاكل ومرتبه له البيت. بتوصيه بقى على نفسه وبتمشي. بعدها بنشوف جانج وصلت هي وليه لبيتها، بيقعدوا علشان ياكلوا وهم مبسوطين. فبتسالها ليه شكلك متضايق، انت اتخانقتي مع مامتك تاني ولا ايه؟ بتقول لها بطلتنا ايه اتخانقتي معاها، ولولا ان انا عملت اختبار حمض نووي علشان اتاكد اذا كنت انا بنتها ولا لا، ده بتعاملنا اوحش من اي حد ممكن تقابله في الحياه. بس اعمل ايه امي بقى وما اقدرش اعمل حاجه. بتحاول ليه كده تغير مودها وبيقضوا باقي اليوم مع بعض. والصبح بتنزل جانج من اوضتها وهي رايحه الشغل. بيوقفها اخوها وبيعرفها ان هو عرف ان تشانج اتصرف بوقاحه معاها. بتقول له انا السبب في تصرفه ده وان الموضوع عادي خالص. فبيقول لها حتى لو انت السبب كان لازم يعاملك بطريقه كويسه وانا عامه هعلمه الادب. بتشكره بطلتنا على اهتمامه وبتعرفه انها لازم تمشي علشان شغلها. بيكون جونج هو الوحيد اللي عارف بموضوع شغلها ومشجعها. وفي السوق بقى بتكون ليه محضره فطار علشان جون وبتبقى مستنيه يخرج من الاجتماع. وبيشوفها تشانج كده وبيسالها انت واقفه كده ليه. بتعرفوا انها مستنيه النائب جون يعني يطلع. وفعلا بيطلع جون وبتديله الفطار وهي متوتره من وجود تشانج اصلا، لكنه بيعرفها بنفسه ان هو يبقى صاحب جون وبيحب يغلس عليها كده وبيقول لها اوعي تكوني بتحبي جون ولا ايه. بتتوتر كده وبتقول له انا لا مستحيل. انت مالك اصلا، يا ريت تتكلم معاه برسميه وما تتدخلش في اللي بينا بعد اذنك. وبتمشي وما بتكونش عارفه ان هو المدير اصلا. وهو بيروح لمكتب جون علشان يتابع معاه الشغل يعني. مره واحده بيفتح هو علبه الفطار وبياكلها، وبعد ما بيخلص بيطلع كده معاه علشان يلاقيها واقفه بره بتشتغل. بيخنزر عليها وبيعرفها ان الاكل بتاعها كان طعمه حلو 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 حلو. بتقول له ايه ده، هو انت اللي كلته؟ بيقول لها طبعا. بتقول له الصراحه انت شخص لا يطاق، يعني انا بنت صاحيه الصبح بحضر الفطار للشخص اللي انا معجبه بيه، لازم انت تيجي وتضيع كل تعبي يعني؟ يا ريت ما لكش دعوه بيا تاني. وبتمشي وبتسيبه وهو متضايق لانها بتعامله بطريقه وحشه رغم ان هو المدير اصلا يعني. بس هو غلطان برضه يا جماعه. بس فجاه بيتصل عليه اخو البطله وبيقول له بقول لك ايه، عايزك تقابلني حالا. وبيروح له فعلا وبيقول له هو انت عملت ايه امبارح مع اختي؟ بيقول له بثقه علمتها شويه دروس في الحياه لان باين عليها يعني ما تعرفش حاجه بسبب انها درست بره كوريا. ولسه ما كملش كلامه لا صاحبنا ضربه بالبوكس. قال له بعد كده تبقى تحترمها لان دي اختي الصغيره وبحتفظ بدروس الحياه ليك انت. بيمشي جونج البطل الحقيقي وبيروح يقابل يون اخته الكبيره، بيحذرها انها اوعى تعمل اي حاجه غير قانونيه في الشركه والا وقتها هيعرف باباها. وبنلاقي ان تشانج راح للسوق من تاني وبيشوف جون كده وبيساله مين عمل فيك كده. بيقول له مفيش، وواضح ان بنت عيله تايجن ده عندها حد بيهتم بيها وانا اللي كنت فاكر ان محدش بيسمع لها اصلا. بقول لك ايه، انا هروح اعمل جوله في المكان كده انسى الهموم. وفي طريقه بيشوف جانج وهي بتشتغل، بيبقى مصدوم فبتقول له تعالى نتكلم بره احسن الله يصلح حالك. وبتبقى ليه شايفاهم خارجين مع بعض كده وبتبقى مستغربه يعرفوا بعض ازاي. وبيسالها تشانج انت بقى جايه تعملي ايه هنا في السوق بتاعي او تكوني جايه تتجسسي عليا؟ بتقول له انا جايه علشان اشتغل واعتمد على نفسي وكان لازم ما اقولش ان انا بنت مين علشان محدش يشتغلني، ويا ريت انت كمان يعني ما تقولش لحد انا مين، ولو مش عايز تساعدني هستقيل بكل سهوله. بعدها بتمشي وبتسيبه وبتروح علشان تكمل شغلها. بتقابلها صاحبتها ليه وبتقول لها وانت عارفه الشخص الغبي ده منين؟ ومن سوء حظها بيسمعها تشانج وبيقول لها حاسب على لسانك، على فكره انا مش عايز اصدمك واقول لك ان انا ابقى مدير المكان ده. وبيسيبها وبيمشي. وبتبقى ليه واقفه ايه هو قال المدير؟ بتبص لجانج كده وتسالها بس برضه هو غبي يعني، هو كان عايز ايه برضه؟ بس صاحبتنا ما بتردش عليها. نروح بينا للاخت الكبيره يون وهي رايحه للشركه. بتروح للرئيس وبتقول له على فكره جونج بيدور ورانا وانه مستعده تحمل كل حاجه بس على الاقل يعني تضمن لي ان الشركه هتبقى بتاعتي في المستقبل. فبيقول لها الرئيس ما تبالغيش في تقدير قدراتك. وبيمشي علشان بيبقى رايح عند هان الست الحربايه اللي ملهاش ديل. وبنشوف ان الرئيس
الرئيس راح عندها، ومره واحده بيلاقي على الاخبار مشكله حصلت لشركه، وبتبقى واحده من شركاته واللي بيديرها اصلا اختنا يون، وبيقوم بسرعه كده وبيروح للشركه وبيقابله هناك جونج. وبنشوف بطلتنا برضو بعد ما بتخلص شغلها بتروح تقابل جونج كده وبتتكلم معاه، بتقول له انا مش عارفه سبب ان محدش بيحبني، ده حتى وانت صغير ما كنتش مهتم بيها زي دلوقتي. بيعرف ان هو كبر ومر بحاجات كتير. بتقول له اتمنى ما تكونش زي بابا في يوم من الايام. بيرد عليها بان ابوه ما كانش كده وان هو مر بحاجات كتير وغيرته. بتقول له طيب انا هقول لك سر وانت اول واحد لازم تعرفه، انا اشتريت اسهم ليا في الشركه، واول لما اكون مستعده هسيب البيت وهشتغل مع ليه. فبيشجعها في اللي هي عايزاه، وبعدها بياخدها وبيدخلوا البيت. وتاني يوم بتيجي سيده وبتتخانق مع ليه كده وبتتريق على شكلها، فبتشوفهم جنج وبتيجي تدافع عن صاحبتها كده وبتعرف ان هو ما ينفعش تتريق على شكل حد، خصوصا ان شكلها هي كمان مش احسن حاجه. وطبعا الكلام ده بينزل على السيده زي الصاعقه، وبتتضايق من الكلام وبتبقى عايزه تضربها لكنها بتقع على الارض بالغلط. وبعد شويه بنشوفهم في اسم الشرطه وبتكون السيده عملت شكوى ضدهم، وبيجي هنا جون وبيقدم ورقه من السيده انها موافقه تتنازل. وفعلا بيخرجوا وبيبقى عايزهم يعني يجي يعتذروا للسيده ديت. فبتقول جنج انا مش هاجي، هي اللي غلطانه وهي اللي وقعت. فبيقولها بانه لو ما جتش تعتذر هتطرد، لان ده كان اتفاق مع السيده علشان تخرجوا. فبترفض برضو بطلتنا وبتبقى ليم مش عارفه تعمل ايه. بتقولها تروح هي تعتذر. نروح بينا للرئيس اللي بيطلب كده من جونج، بيقول له لازم تحل المشكله بتاعت شركتنا وكمان مشكله اختك الكبيره يون، والكلام ده لازم يتعمل من غير ما حد يعرف. وبنشوف بعدها ليه وهي بتعتذر للسيده وبتقدم لها هديه كمان. بعدها بتركب العربيه مع جون، بتطلب منه يوصلها عند الشغل وهي هتروح، وبتحاول في الطريق معاه يعني علشان يرجع جنج للشغل مره تانية، لكنه برضه مش بيوافق. وبيوصلها عند الشغل وبيبقى تشنج لسه اصلا خارج وهي ما بتهتمش بيه وبتمشي. فبيسالها جون كده انت تعرف البنت اللي اسمها جنج منين؟ بيرد عليه باستغراب هو انت ما تعرفهاش؟ بيقول له اعرفها منين يعني، انا قلت اسالك لما شفتك بتتكلم معاها. بيقول له تشانج ما تهتمش، ده مجرد موظفه يا عم. مش بيرضى يقول له الحقيقه. بعدها بيركب عربيته وبيمشي، وبيلاقي ليه كده ماشيه. بيحاول يوقفها علشان يوصلها لكن بيلاقيها بتعيط. بيقرر يعزمها على الاكل. وهناك بقى اصحابنا بيتقلوا في العصير خالص، فعلشان كده بيقرر يوصلها للبيت. وفي بيت جانج بتبقى بتعمل رياضه اصلا، وبتدخل عليها اختها الحربايه اللي اسمها اوني، مش بتحبها وغيرانه من اهتمام اخوها الكبير بيها، علشان كده بتتخانق معاها دايما. فبتقرر جانج انها تروح لبيت صاحبتها لانها اتخانقت من البيت ومن اللي ساكنين في البيت. ولما بتروح مش بتلاقيها، وبتبقى عربيه تشانج لسه واصله وبيحاول يخلي ليه كده تنزل، لكنها ما بتبقاش في وعيها. مره بتضحك ومره بتعيط وبتبقى في حاله غريبه. بتنزل البطله ليهم، واول لما بتشوفهم بتبقى ماسكه طوبه وبتهدد تشانج. بتقول له عملت ايه في صاحبتي؟ هموتك واجيب اجلك دلوقتي لو ما قلتش عملت ايه. بيقول لها يا ست ما عملتش حاجه، يا ريت تاخديها بس علشان مش راضيه تنزل من العربيه. فبتعيط ليه وبتمد ايدها ناحيه جانج كده وبتقول لها انا اسفه، انا ما كانش ينفع اعتذر لوحدي واسيبك يعني. فبيقرر تشانج ينزل وينزلها، لكنها بتشد قميصه جامد وبيتقطع. وليه لما بتشوف اللي عملته بيقوم عليها، وبطلتنا بتبص الناحيه التانيه. بتروح بعدها تنيم ليه كده في سريرها، بتطمن انها كويسه. وتاني يوم بتصل عليها جون وبيقول لها تيجي الشركه ضروري. وفعلا بتروح وبتبقى فاكره ان هو هيرجعها الشغل، لكنه بيعرفها ان السيده اللي قدمت فيكي شكوى عايزه تعتذر لك ومصره على ده. بتروح لها جانج وبتقول لها السيده انا بعتذر منك ولازم تسامحيني، لان جوزي هيفلس بسبب اللي عملته. انا ما اعرفش مين بيحميكي ومين الراس الكبيره اللي وراكي، انا كل اللي عاوزاه ان انت تقبلي اعتذاري. فجانج بتقبل اعتذارها عادي، وبتتصل باخوها كده وبتعرف ان هو اللي عمل كده. وبيقول لها موضوع انك ترجعي للشغل لازم تتصرفي فيه بنفسك. فبتقرر تروح لمكتب جون وبتعرفه انها عايزه تتكلم معاه. وبيطلع معاها بره المكتب وبتقول له انا كده هرجع للشغل امتى؟ بيقول لها ترجع لي اصلا، انت المفروض اتطردت خلاص. بتقول له بس السيده اعتذرت مني وعرفت غلطتها، ده معناه ان انا ما غلطتش. فبيقول لها بس انا شاكك في الموضوع برضو، البشر ما بتتغيرش بالسرعه ديت يعني، انا حاسس ان انت وراكي راس كبيره. فبيسيبها وبيمشي كده. لكن بطلتنا حربايه برضو بتقول له بقول لك ايه، ما هو علشان انت غني يعني ومش همك اي حاجه تيجي على الناس الغلابه. فبيقول لها بص انا هحكي لك على حاجه، وانا صغير شفت بابا وحد بيهينه على غلطه، ورغم ان هو ما عملش حاجه لكنه اعتذر لانه عنده عيله وعايز يصرف عليهم. انا ما اتولدتش في عيله غنيه، بس وصلت للي انا فيه بسبب والدي اللي كان شغال راجل امن ووالدتي الخدامه. انا مش عارف قلت لك ليه كده، بس اتمنى تفهمي قصدي. وبيمشي كده. لكن بتنادي عليه وبتقول له يعني كده ارجع لشغلي ولا لا؟ برضه بيقول احنا عندنا عشاء مع الموظفين الليله دي، يا ريت تحضريه. فبتفهم انها رجعت الشغل الحمد لله. وعند جونج يعني بيبقى مستني يون كده تيجي. واول لما بتدخل بيقول لها يا ريت تسيب المنصب بتاعي وانا هحاول اشوف لك منصب تاني. وبتفهم يون ان هو عاوز يطردها. بتتضايق منه كده. وبعد ما بيمشي بتقول لنفسها اتمنى حد يموتك. وبتنادي على المساعد بتاعها بتقول له اتصل على هان، وبتتفق معاها علشان تخليها تقابل ابوها في بيتها يعني. وفعلا بتروح وبيجي الرئيس. فبتديله فلاشه وبتقول له على فكره ابنك الكبير جونج ده يعني بيضحك عليك، وان مش من العدل ان انا اطرد لوحدي. فبيقول لها لو عايزه تعملي معايا صفقه يبقى انت عارفه الشروط، تديني حاجه تفيدني مش طعم يا غاليه. وبنلاقي بعدها الرئيس راح لمكتبه وطلب من ابن جونج ان هو يجي له. بيزعق له علشان يون يعني قدرت تمسك عليه حاجه. وبيعرف ان هو لازم يسيب المجموعه وتروح تبدا من الصفر في مكان تاني. فجونج بيعرف ان هو مش عايز يعمل
كده، فبيحدف عليه الرئيس مجله وبيقول له بعصبيه من امتى وانت رايك بيمشي على رايي، روح ونفذ كلامي حالا. وفي السوق بقى بتبقى بطلتنا واقفه بتشتغل، وبتيجي ام جون وبتشتري منها، بتلمح ابنها وهو واقف وبيبتسم وهي كمان بتبتسم، فبتسالها جانج كده هو انت تعرفي النائب جون؟ فبتقولها ايوه ده ابني. فبتنادى عليه جانج كده وبيجي يسلم على والدته وبيعزمها تشرب حاجه، وفعلا بتبقى رايحه معاه، لكن بتنادى عليهم جانج، فبتاخدهم جانج كده وبيروحوا للكافيه لانها بتبقى عايزه تتعرف على والده جون يعني، وهو بيجيله شغل فبيمشي وبيسيبهم مع بعض. وبالليل بنلاقي كل الموظفين متجمعين وبيتعشوا مع بعض، بيعزم المدير على بطلتنا كده انها تشرب، وهي ما بتكونش بتحب النوع ده من العصير، فبيجي جون وبيصب لها ميه بدل المشروب، وبيبان ان هو بيهتم بيها لدرجه ان ليه خدت بالها يعني. وجانج نفسها بتبقى مستغربه تصرفاته، بيدخل عليهم تشانج وبيبقى عايز يقعد معاهم، وطبعا بيبقى جاي علشان يشوف ليه الحربايه ديت. وبعد ما بياكلوا وبيقعدوا يغنوا ويهزروا مع بعض كده، بيقرروا ان هم يعملوا لايك ويشتركوا في القناه بالمره علشان خاطر يوصلهم كل جديد من عندنا، ويفعلوا جرس التنبيهات الحلو كده يا جميل انت. وقبل ما يمشوا بتروح بطلتنا الحمام، بتدخل صديقتها وراها وبتقول لها خلاص انا هبطل اعجب بالواد جون ده لان واضح ان هو معجب بيكي. بتقول لها لا انت فهمت الموضوع غلط. بترد بتقول لها عيب عليكي، ده انت صاحبتي الوحيده وحاسه انك انت كمان معجبه بيه، وانا عمري ما هخسرك علشان حاجه شبه ديت يعني. بتمنى لك تكون سعيده مع الراجل اللي اخترتيه. نروح بينا للحربايه يون وهي متعصبه، بتروح لمكتب جونج وبتتخانق معاه علشان بتعرف ان هو نقلها فعلا ونفذ اللي في دماغه، وبترمي له الحاجه اللي على المكتب على الارض. مش عارفه كده يعني ارتاحت ولا ايه، ما هنجيب واحد يرتبها وخلاص. وبتمشي وبتقابل جونج في طريقها، واللي لما بتدخل المكتب بتنصدم من شكله، فبيقوم اخوها بيديلها مفتاح بيقول لها اذا حصل لي اي حاجه لازم تدوري على الصندوق ده وده المفتاح بتاعه، وقتها هتعرفي ايه اللي فيه. وبياخدها كده وبيخرجوا علشان الخدم ينظفوا المكتب. ما قلت لكم الموضوع سهل والله. بتبدا بقى تتكلم معاه وتعرف انها معجبه بجون وانها حبت والدته وكمان ملاحظه اهتمامه بيها، فبيقترح عليها انها تعترف له باعجابها وتعرف رايه يعني. وفي بيت جون بنلاقيه بيشوف الملف اللي على مكتبه واللي بيبقى فيه صوره لجانج مع عيلتها، وبيظهر انه عارف حقيقتها. تاني يوم جانج بتروح لمكتب جون، بتحط له علبه اكل كده وبتروح علشان تغير هدومها يعني. بتكون حاطه علبه تانية في خزانه ليه وبتحكي لها اللي عملته، وبتبقى خايفه لجون يرفضها يعني. في نفس الوقت بيروح هو المكتبه وبيلاقي الشنطه وفيها رسائل كتير من شكرا على اهتمامك وعلى تقديرك وكل اللي حصل منك امبارح يا جميل. ولما بيكون قاعد كده بيشتغل بتبعت له رساله وبتساله عن رايه في الاكل، بيكتب لها ان هو كويس وبيشكرها. بتطلب منه يتقابلوا بعد الشغل وبيوافق، وبيكتب لها تبعت له المكان. وبالليل بتروح له ما بتبقاش عارفه هتقول ايه، فبيقول لها وانت عايزه تقولي حاجه؟ بترد وبتتوتر وبتقول له ممكن نرتبط؟ بيقول لها لا طبعا انا مش موافق. انت عيل خنزير يالا، حد يرفض يالا؟ بتقول له عادي ما فيش مشكله، ولما تشوفني في الشغل ما تبقاش محرج مني. ولما بتيجي تمشي بيوقفها وبيقول لها استني، انا رفضت لان من التقاليد والعادات ان الراجل هو اللي يطلب من البنت، وانا اللي بقول لك اهوت ممكن نرتبط. فبتوافق طبعا وبتبقى فرحانه، وبتروح لبيت صاحبتها وبتحكي لها كل اللي حصل. والصبح بتكون مسافره مع اخوها وبتبقى مستنياه في طيارتهم الخاصه. ولما بيجوا كده بيقول لها انا مش هسافر، وانا قلت اخدك معايا بس علشان تاخدي اجازه لنفسك وممكن تقضيهم بقى مع حبيبك. وعلى فكره انا لو كنت مكان ابوها يعني كنت هختارك تكوني الوريثه. وبيمشي وبيسيبها وهي بتبقى مستغربه، وفعلا بيجي لها وبيروحوا ياكلوا مع بعض كده. وبالليل بيوصلها عند صديقتها لانها تبات معاها. والصبح بتبقى ام جنج بتشوف الاخبار، وهنا بتبقى الصدمه يا عزيزي، بيلاقي خبر كده تحطم المركب بتاع اخوها الكبير وان جثته لسه مفقوده. بتنهار الام وبتحاول تتصل على ابنها لكنه لسه ما بيردش برضه. بتخلي وانج يتصل على البطله بتاعتنا، ولما بترد بتاخد منها التليفون. بتقولها وانت مع اخوكي؟ بتقولها لا انا ما سافرتش معاه، انا لسه في كوريا اصلا. بتصرخ الام وبتقع على الكنبه من الصدمه، وبتعرف البطله باللي حصل وبتبقى مصدومه. بتمر كام يوم وبتبقى الام قاعده حزينه. بيقول لها وانج كده ان الرئيس مستنيها على الفطار. بتقول له انا لازم اكون قويه اتحمل، احنا لسه ما اتاكدناش من الخبر ان هو مات، انا عايزاك تتفق مع اشهر واكتر ناس ممكن متخصصه تدور عليه. بعدها بتنزل تقعد معاهم وبتلاقي ان الرئيس بياكل عادي هو والحربايه، ولكن حصل حاجه خالص. والبطله الوحيده اللي بتبقى قاعده وباين عليها الحزن ما بتستحملش وبترمي الاكل من قدامهم وبتقول لهم وهي بتزعق ازاي قاعدين عادي كده واخوكم ميت؟ بيرد الرئيس ببرود وبيقول لها علشان مات نوقف حياتنا، ما احنا لازم نكمل والا وقتها كل حاجه هتضيع مننا. وبيسيب الاكل وبيقوم. وبيكون في الوقت ده جون بيحاول يوصل لحبيبته، بس طبعا بطلتنا ما بتردش. ولما بتروح لاوضتها بتشوف رسائل وبتبقى عايزه تعمل حظر لكنها ما بتقدرش تعمل له برضه، وبتقعد تعيط. وبيجي لها اتصال بان الرئيس عايزها في المكتب. ولما بتروح له بيقول لها احنا عندنا مشاكل في الشغل علشان كده انت هتنزلي الشركه وهتشتغلي مع اخواتك، لكنها بترفض وبتمشي وبتكون راكبه عربيتها علشان تروح الشغل. بتقرر تتصل على جون وبتقول له عايزه اتكلم معاك، وبيتفقوا يتقابلوا. وبتروح بعدها للشغل مع لي واللي بتحاول تواسيها كده وتخفف عنها. ولما بيجوا يركبوا الاسانسير بيلاقي جون موجود، وكمان بيبقى المدير تشانج معاه بس بيبقى هيطلع لدور مختلف. ولما بيخرجوا بياخدها جون كده علشان يتكلموا. بتقول له من غير ما تبص له انا عايز انفصل عنك، انت ما عملتش حاجه بس انا اللي عندي شويه مشاكل. بيقول لها بص في عيني قولي ان انت
عايزه تنفصل عني، وفعلا بتعمل كده لكن بتكون بتعيط. بيقول لها ولا عايز ينفصل بيبقى بيعيط ولا ايه؟ بتقول له انا كدبت عليك في حاجه، وان انا من عيله تايجن ومش فقيره، وكمان اخويا لسه متوفي وانا كنت بحبه قوي وحاسه ان الناس اللي بحبها بتختفي، علشان كده عايزه ابعد عنك. فبيقول لها انا مش خايف من حاجه وان ده نصيب وانت مالكيش دخل فيه. بتعيط وبيقرب منها وبيحضنها علشان تهدى. بنشوف تشانج بقى بيطلب نوع من انواع الخضار من لي، وبيقول لها طلعوا لي المكتب يا غالي. وبعد شويه بنشوفها فعلا وهي رايحه له، فبيساله بيقول لك ايه، هو انت عندك مشكله لو احنا ارتبطنا يعني وما اتجوزناش بعدها؟ بتقول له لا. بيرد بانه خلاص يبقى لازم نرتبط طالما ما عندكيش مشكله. بتوافق برضه وبتروح تكمل شغلها. ايه الله، ايه الحياه البسيطه دي. وفي مكتب يون بيعرفها المساعد بتاعها بقى ان جونج اشترى اسهم باسم جانج، وبتبقى مستغربه وعمل ليه كده. وبنشوف في الوقت ده تشانج بعد الشغل خد ليه للمول، بيجيب لها لبس غالي وبيدلع عليها خالص، وبعدها بيروحوا ياكلوا وهي بتبقى فرحانه خالص. وبنشوف بطلتنا بقى راحت مع جون لبيته، ولما بيلاقيها عايزه تنام بيقول لها ارتاح انت لما احضر لك العشاء، وبينيمها على سريره. وهي من التعب بتروح في النوم على طول. بتتصل في الوقت ده مامته علشان تطمن عليه، وبتسمع جانج كده وبتصحى، وبيعرفها ان هو حضر الاكل وهيشربوا الشاي في الطريق علشان تلحق تروح. لكنها بتعرف انها مش عايزه تروح البيت، وكده كده اصلا محدش ياخد باله ان انا ما روحتش. بيقول لها خلاص اقعدي هنا. بيقرروا ينزلوا ويشتروا هدوم علشان تنام بيها، وبعد ما بيشتروا بيروحوا الكافيه وبيشربوا حاجه، بيروقوا على نفسهم كده، وبيروحوا بعدها يسوقوا عجل واحلى دلع في الدنيا. وشويه وبيقعدوا يتكلموا. بيسالها هتعملي ايه بعد ما تسيب البيت؟ بتقول انا عندي شويه خبره كده في مجال مستحضرات التجميل فهجرب حظي. بيقول لها طب ليه تبداي من الاول وانت عندك كل حاجه؟ بترد عليه بانها مش حابه الخلفيه اللي اتولدت فيها. بيقول لها انت بتقولي كده علشان لسه ما حققتيش حلمك؟ بتقول له طب انت حققت حلمك؟ بيقول لها انا بحاول والله احققه اهوت. وبعدها بيروح البيت مع بعض وبتنام. بيكون هو في الحمام وبياخد شاور كده وبيبص للمرايه وبيقول لنفسه انا حلمي الواقع اللي انت مش عايزاه، وشكله مش ناوي على خير. تاني يوم بتصحى بطلتنا وبتقوم تدور على جون لكنها مش بتلاقيه. بيكون هو قاعد مع صديقه الصحفي وبيتفق معاه على انه ينشر ان البطله بتشتغل في سوق بدوام جزئي رغم انها من عيله غنيه. وبيلاقيها بتتصل عليه وبتساله انت فين، صحيت ما لقيتكش؟ بيقول لها انا قاعد مع صديق ليا. بتقول له خلاص ما تتاخرش لاني جعانه وعايز افطر معاك. وبتقفل معاه وشويه وبيرجع وبيلاقيها محضره له الفطار. بيقعدوا ياكلوا مع بعض. وبنشوف في الوقت ده يون طلبت تقابل باباها. بتقول لهم انها قررت تتطلق خلاص وهتيجي تعيش في بيت اخوها اللي بره، وانها اتفقت على كل حاجه مع جوزها. بترفض مامتها طبعا انها تقعد في بيت جيونج، فبيقول لها باباها حاولي تروحي تقنعيها. وفعلا بتروح لها وبتحاول تقنعها لحد لما بتوافق، لكن بشرط ما تلمس حاجه من حاجه اخوها. نروح لجون اللي بيوصل للشركه وبتكون بطلتنا معاه. بتروح للمدير وبتقدم استقالتها من السوق خلاص، وبتكون مقرره تشتغل في شركه والدها. كل ده علشان تحقق في موت اخوها وبعدها تستقيل. بعدها بيطلب الرئيس ان هو يشوفها. فعلا بتروح له بيقول لها انا جهزت لك منصب في الشركه والمساعد بتاعي هيبلغك بكل حاجه. فبتقرر تعرفه انها مرتبطه بشخص قريب هتتجوزه ومش عايزه يعني يدخل في مشاكل عائلتنا ديت. بنلاقيها بعدها راحت لبيت جون وبتكون مامته هناك بتنظف البيت، وبتتفاجئ على طول بطلتنا من وجودها. بتقول لها بتوتر كده اصل انا جيت انظف البيت لاني مشيت وسبت مش مترتب. فبتعرف على طول ام جون انها كانت بايته معاها هنا وان هم مرتبطين. بتقول لها انا اللي هنظف وخليكي مرتاحه، لكن جينج بتفضل مصره وبتنظف هي. وبنشوف خبر شغل البطله بقى منتشر فعلا، والرئيس بيعرف وبيقول للمساعد بتاعه يحل الموضوع، لان ما ينفعش الناس تتكلم على بنته وانها كانت شغاله في سوق يعني، وكمان يجيب له معلومات عن حبيبها. وبنشوف في الوقت ده تشانج راح ياخد ليه كده من شغلها علشان يخرجوا، خصوصا انه متضايق. وده بقى لان صديقه العزيز يعني جون موعد البطله بتاعتنا، وده من غير ما يقول له حتى. وبعدها بتطلب ليه كده يروحوا الملاهي فعلا، وبيروحوا بيستمتعوا هناك وهم قاعدين وبيشربوا حاجه كده. بتشوف ليه الخبر بتاع البطله وبتعرف انها غنيه وكانت بتضحك عليها، واللي بيزعلها ان تشانج كان عارف وما قالهاش، علشان كده بتتضايق وبتقوم تمشي وتسيبه. وبيطلب كده من جون ان هو يقابله. بيقول له انت عمرك ما عجبت باي حاجه عملتها، فمعنى كده انك ما بتحبنيش ومضطر تبقى معايا لسبب معين. ومره واحده بتدخل البطل عليهم وبيكون هو اللي جايبها. بنصدم جون وبيعرف ان هو عرف بعلاقتهم، وبيقول له تشانج كده مش كنت قلت لي انكم على علاقه يا جدع؟ ده انا كنت ناوي اروح معاه موعد مدبر تاني اصلا، كويس ان انا عرفت لوحدي. وجون ما بيكونش عارف هيقول له ايه، وفي نفس الوقت البطله بتعرف ان صاحبتها عرفت كل حاجه، فبتتضايق لانها اكيد زعلانه منها. وبيقوم فعلا تشانج وبيسيبهم، وبتقرر هي كمان تروح لها وتصالحها. بيوصلها جون لهناك وبتطلع بتلاقيها مش واعيه بسبب انها شربت كتير، وبتحاول تفهمها هي ليه ضحكت عليها وخبت الموضوع. وبعد محاوله كتير فعلا بتسامحها يعني. وبعدها بنشوف تشانج راح يسهر في مكان تاني، بيقابل حبيبه جون السابقه، واللي بتقول له على فكره جون ده شخص مخادع. فبيسالها باستغراب ليه يعني؟ فبتقول له لانه كان بيضحك عليها وكان مقرب مني علشان عائلتي، ولما لقى ان هو مش هيستفاد مني بحاجه راح لبنت عائله تايجن. وبتصدم على طول من حقيقه صاحبه. وبعدها بتروح البطله لمامتها اللي انها طلبت منها عشان تسالها عن الاسهم اللي كتبتها باسم اخوها الميت. بتبص
فبتبص لها باستغراب وبتقول لها اسهم ايه؟ فبتقول لها اخوكي كان قال لك اسهم باسمك وانت برضو كنت معاه اخر حد. بترد عليها انا معرفش اي حاجه من اللي انت بتقوليها. بتطلب من وانج يعتني كده بمامتها وبتمشي. مامتها بتبقى متضايقه منها جدا. بعدها بتفتكر المفتاح اللي اديهولها فبتروح بسرعه للمكتب بتاعه وبتلاقيه فاضي، ويون في الوقت ده هناك وبتعرفها انها تنتقل وهتعيش هنا. بتحاول جانج كده تتوه في الكلام معاها يعني، وبعدها بيطلعوا مع بعض. واول لما يون بتبعد بتدخل تاني وبتدور على المفتاح لكنها برضو مش بتلاقيه. وتاني يوم بتقرر تقضي مع جون كده اليوم، وبتكون عايزه ليه يعني معاها، علشان كده بتتصل بتشانج وبتتفق معاه. وكمان بتبعت عربيه فخمه لبيت صديقتها ليه وبتجيبها لحد عندها، وبتبقى منبهره بالقصر اللي صاحبتها عايشه فيه. بتاخدها جانج بقى لاوضتها وبيقعدوا يقيسوا في الفساتين ويحطوا ميك اب. بعدها بيركبوا عربيه فخمه علشان يروحوا للمكان اللي هيتقابلوا فيه معاهم. وبيبقى جون واقف كده مع صاحبنا وبيجوا بقى البنات وبيبقى شكلهم حلو خالص، وكل واحد بياخد حبيبته وبيدخلوا وبيقعدوا يرقصوا. بنشوف في الوقت ده مساعد يون راح لبيت عائله جون وبيبقى معاه هديه كبيره ليهم، وبيديلهم الكارت بتاعه وبيعرفهم ان هو سمع عن مهارات جون علشان كده عايزه في شغل يعني. فبتقول له مامته ان هو الاحسن تبقى تتصل بيه وتبلغه بنفسك ويا ريت تاخد الهديه معاك. وعند تشانج بقى بيجيله اتصال، ولما بيرد بيكون الصحفي صديق جون واللي بيبقى عارفه برضه لانه كان معاهم في المدرسه، وبيعرف منه ان جون على تواصل معاه وان هو دايما بيديله اخبار ينشرها. فبيقفل معاه كده وبيتصل على السكرتيره بتاعته وبيقول لها تبحث عن اللي نشر خبر الشغل بتاع البطله. بعدها بيروحوا هما الاربعه لبيته، بيقضوا اليوم هناك مع بعض وبيتبسطوا. وبيقوموا البنات يجيبوا حاجه من جوه، فبينتهز على طول تشانج الفرصه. بيسال صاحبه جون بقى هو انت كنت تعرف من الاول ان جانج من عيله غنيه؟ بيقول له اه كنت عارف. بيساله طب ليه ما قلتليش؟ بيجاوبوا علشان انا سالتك قبل كده وما رضيتش تقول لي. فبيقول له يعني انت كنت بتتقرب منها علشان فلوسها؟ فبيرد عليه ببرود انت كده كده ما بتحبهاش، ايه اللي مضايقك يعني اذا كنت مقرب منها لاي سبب؟ بتعصب تشانج وبيضربه لانه انضحك فيه. بتيجي البنات وبيحوشوهم عن بعض وبيوصل كل واحد حبيبته لبيتها. وتاني يوم بتيجي ليه البيت جانج كده وبتلعب معاه رياضه، وبيبقوا مستغربين من الخناقه اللي حصلت. وبتقول لها انا عايزاكي تيجي تشتغلي معايا في الشركه. فبتعرفها ليه انها هتفكر وهترد عليها. بنشوف في الوقت ده ام جون وهي بتحكي له كل حاجه، وبتحكي له عن مساعد يون الحرباء اللي جه هنا. وتاني يوم بيطلع كده مع بطلتنا بيروح المعرض فني، وبيظهر ان في حد مراقبهم وكمان بيصورهم. ولما بيروح الخنزير الشركه بيكون كل الموظفين بيبص عليه لكنه ما بيكونش واخد باله. وبيتصل بيه صديقه الصحفي بيقول له مش عيب عليك يا جدع ما تقوليش عن علاقتك بجانج يعني؟ ما كانش زماني دلوقتي نشرت عنها الاشاعات. فبيساله جون كده باستغراب علاقه ايه؟ انا مش فاهم. بيقول له صديقه كده ان الكل بيتكلم عن علاقتك مع البطله والخبر منتشر في كل مكان. بيقفل معاه وبيروح بسرعه لمكتبه وبيبحث عن الخبر، والصدمه ان هو بيلاقيه منتشر فعلا. وبيفتكر لما جاله مساعد الرئيس وبيعرض عليه ينفصل عن البطله، وده قصده اي حاجه وعاوزها ياخدها يعني، لكنه بيرفض. وبيعرفوا ان هو بيحبها من قبل ما يعرف انها غنيه اصلا. بنشوف في الوقت ده البطله عرفت بالخبر وبتبعت له رساله علشان تطمن عليه. بيتفقوا ان هم هيتقابلوا ويتكلموا. في نفس الوقت بتروح صديقتنا ليه تقدم استقالتها لانها خلاص قررت تشتغل مع البطله في الشركه. وبعدها بتروح مع تشانج المطعم علشان يتغدوا وبتعرفه بموضوع الاستقاله. فبيقول لها بس انا مش حابب ان انت تشتغلي في شركتها لانها هتبص لك على انك اقل منها. انا مستعد اصرف عليكي واجيب لك كل اللي تطلبيه من غير شغل. بتبص له كده وهي متضايقه بتقول له انت ازاي تفكر بالطريقه ديت عن صاحبتي؟ وكمان جانج هي اللي طلبت اشتغل معاها علشان مهاراتي وانا متاكده انها مش هتبص لي كده ابدا. وبتقوم وبتمشي وهي متضايقه. بيقوم وراها فبتطلب منه ان هم ينفصلوا. بيقول لها بس انا مش عايز كده. بتقول له تمام بس انا هروح برضه اشتغل. وبننتقل بينا للبطله واللي بتكون بتتكلم مع الرئيس اللي بيطلب منها لازم تنفصل عن جون. بتقول له بس انا بحبه وواثقه فيه لانه ما كانش عارف ان انا غنيه اصلا، ولو طلب مني الجواز انا هوافق فورا. وبعد ما بتخلص معاه بتروح لاوضتها. وبنشوف في الوقت ده ام تشانج راحت لابنها الكبير هيون، بتعرف منه كل المعلومات عن ليه. وبتكون جانج بتلبس في الوقت ده علشان تروح تقابل جون اصلا. فبتشوف المفتاح اللي ادوهولها جونج قبل كده وبتاخده وبتروح على مكتبه بسرعه وبتفتح المكان السري اللي في المكتب. وبتبقى هي الوحيده اللي عارفه بيه. وبتلاقي خزنه وبتفتكر الرمز اللي كان قايله لها وبتفتحه. بتلاقي صندوق فبتفتحه بالمفتاح اخيرا. وبتلاقي ورق ومستندات ومعاه فلاشه. بتاخدهم وبتحطهم في خزنتها وبعدها بتقفلها على طول. بتكلمها صديقتها ليه وبتقرر تروح تقابلها الاول في المول. بعدها بنشوف مساعد يون الحربايه قاعد مع الخنزير جون هو كمان، وبيعرض عليه يشتغل عندهم لان يون حابه تطمن على اختها الصغيره مش اكتر. بيقولوا بس انا الكلام ده ما ياكلش معايا، انا عايز اعرف السبب الحقيقي ورا الموضوع ده لان جانج مش على وفاق مع اختها اصلا. وبنلاقي المساعد راح عند يون بقى وبيقول لها هو وافق لكن بشروط، وانا اتوقع ان هو قصده يعني على المرتب. بتقول يون لو قصده على فلوس فكده الموضوع هيبقى حلو لانها تعرف تخليه في صفها بسهوله. بنشوف بعدها جانج في المول ومعاها ليه واللي بتقول لها انا خايفه اجي اشتغل معاكي حد يتريق عليا بسبب ان انا معايا شهاده الثانويه مش اكتر. فبتقول لها البطله كفايه ان انت عندك قلب طيب، ولو حد اتريق عليكي امسكيه كسر عظم وشه. ومره واحده بتشوف ساعه جميله بتروح تشتريها علشان تديها هديه لجون، وبتستاذن منها ليه كده علشان جالها مكالمه. ولما بتروح ترد بتلاقي
بتلاقي ام تشانج بتطلب منها تقابلها، وبنشوف في الوقت ده ان مامة جون عرفت حقيقة جانج من رسائل الجيران وبتبقى مصدومة وبتروح لبيت ابنها، وهي بترتب المكتب كده بتلاقي ملفات وصور للبطلة. وبعد ما بتخلص جانج بتروح المعرض علشان تقابل جون، بتديله الساعة وبتعجبه وبياخدها كده وبتمشوا في الحديقة وبتحكي له بقى عن اللي لقيته في الخزنة بتاعت اخوها، وتعرف انها كمان هتشتغل في الشركة لحد لما تعرف معلومات اكتر وبعدها هتسيبها. نروح بينا لصديقتنا ليه اللي بنشوفها بقى راحت الكافيه علشان تقابل ام حبيبها، وعلى طول من غير مقدمات بتقول لها بصي انت ما تنفعيش لابني، هو كده كده مش هيتجوزك وانت كده عارفه الكلام ده. فبتقول لها انا عارفه ده كويس وانا مستحيل اوافق اتجوز راجل اهله ورافضني، وعلى الاقل اقدر اكون حبيبه لو حتى لفتره معينه. بنروح عند جانج اللي بعد ما بيخلصوا بتوصل حبيبها كده لبيته وبعدها بتمشي. بعدها بنشوف السيد وانج وهو بيكلم ام البطله وبيعرفها كل اللي حصل عن الحادثه، وانها كانت حادثه بسيطه وعمرها ما تموته، وان اخر حد اتكلم معاه هو الرئيس. في نفس اللحظه بيكون الرئيس قاعد بياكل، بيفتكر ذكرياته مع ابنه وهو قاعد يعيط، وبتكون بطلتنا راحت لاوضتها طلعت الفلاشه علشان تشوف فيها ايه، ولما بتفتحها بيبقى مكتوب فيها معلومات عن القضيه بتاعت الشركه. فبتطبع الملفات ديت وبعدها بتحطهم في خزانتها من تاني. نروح لجون اللي بيطلع البيت وبيلاقي مامته هناك بتساله عن البطله كده، فبيقول لها اطمني انا وهي متفاهمين جدا، وكمان هي قايله لي عن موضوع عيلتها وده اصلا من قبل ما الخبر ينتشر. فبتقول له اكيد عيلتها مش هتوافق بسبب فرق الطبقات. بيرد عليها باننا مش اقل من اي حد وما تخافيش انا مش هتأذى من العلاقه ديت. بننتقل عند تشانج واللي بتروح مامته تتكلم معاه، بتقول له انا رحت وقابلت حبيبتك وهي فعلا طيبه وشخصيتها حلوه، بس انا برضو مش هوافق ان دي تبقى مرات ابني في يوم من الايام، وانك لو ما بعدتش عنها هسحب منك كل حاجه، وكده كده ابوك موافق على اللي انا هعمله. ولسه تقوم وتمشي بتقف تاني وبتقول له انا كمان طلبت من جون ان هو يجي بكره. بيقول لها ليه؟ بتقول له علشان اعرفه ان هو مطرود بسبب ان هو مرتبط بالبطله. فبيتضايق تشانج كده وبيقول لها دي حياتي، انت مش لازم تاخدي قرارات بدالي، ولو كنت عايز اطرده كنت عملت كده من زمان وانا هحل الموضوع ده بنفسي. بتوافق مامته وبتمشي. وتاني يوم بيروح جون لبيت تشانج بيسأل مامته كده لو كانت عايزه منه حاجه، بتقول له نسيت بقى مش مهم. وبينزل هو وصاحبنا وبيتمشوا علشان يروحوا الشغل، وبيبقى تشانج زعلان منه فعلشان كده بيعرض عليه جون ان هم يعملوا سباق دراجات مع بعض. وعند ليه بتتصل عليهم مع حبيبها بتطلب منها يتقابلوا وهي بتوافق تاني. بعدها بنشوف جون بيعمل سباق هو وتشانج بقى بالدراجات فعلا، وجون هو اللي بيكسب. وبعدها بيقف علشان يتكلموا، بيقول له بقول لك ايه، انا الاول كان عندي نوايا وحشه تجاه البطله، لكن دلوقتي بحبها جدا وعايز اكمل معاها، وبكده عرفتك حقيقتي. وعند صاحبتنا ليه بتبقى قاعده مستنيه ام حبيبها يعني، واللي اول لما بتوصل بتقولها بقول لك ايه انا هسحب كل الاملاك بتاعه ابني، وده لانه مش راضي ينفصل عنك لحد دلوقتي. بتبص لها ليه كده وبدموع. وبعدها بنشوفها بتتصل على تشانج وبتعرفه انها قابلت حبيبته واتكلمت معاها، علشان كده بيتصل عليها بسرعه وبيطلب يقابلها. ولما بيروح لها بيقرروا ان هم ينفصلوا فعلا، وبتبقى ليه بتعيط لانها مش عايزه كده، حتى هو بيبقى باين عليه الحزن ومش راضي. والجو بيمطر فبيقول لها ايه رايك لو انفصلنا في يوم تاني، في يوم ما فيهوش مطر. فبيمسك ايديها وبيفضلوا يجروا لحد لما بيوصلوا لمكان العربيه وبيركبوا. بنشوف احنا في الوقت ده بطلتنا قاعده مع ام جون وبيبقى قاعدين مستنيينه، وبتقول لها امه بقى هو انت ما قلتليش ليه ان انت من عيله غنيه؟ بترد عليها كده بانها ما كانتش قايله لحد اصلا. فبتقول لها في الحالتين انت جميله ومتواضعه، وكمان ملامحها من وهي صغيره ما اتغيرتش. بتسالها باستغراب هو انت عارفه شكلي وانا صغيره ازاي؟ بتقول لها ايوه في صوره ليكي في مكتب جون، شكلك هتتفضح قريب يا زعيم. واللي بيتصل بقى في نفس اللحظه وبيعرف ان هو بيركن العربيه وطالع لهم. في نفس الوقت والدته بتروح وبتفتح الدرج بتوري لها الصوره، فبتلمح جانج في الدرج والصوره ليها مع عيلتها، وكمان التوكه بتاعتها وملامحها بتتغير على طول. وبتسالها ام جون كده مالك يا حبيبتي سرحت في ايه؟ بتقول لها مفيش انا كويسه، انا بس افتكرت حاجه مهمه ولازم امشي، انا ممكن اخد الصور دي معايا؟ بتقول لها خدها عادي يا حبيبتي. وبتمشي وبتبقى حاسه انها مشتته. بيشوفها جون كده وبيسالها مالك وايه اللي موقفك هنا؟ بتقول له انا همشي علشان عندي حاجه مهمه، هرتب افكاري وابقى اجيلك نتكلم باذن الله. وبتمشي وهو بيدخل وبيشوف مفتاح الدرج بتاعه، بيعرف من مامته انها نظفته. ولما بيفتحه ما بيلاقيش صور البطله، وبيسال مامته فبتقول له انها كانت بتوريهم الصور، فهي حبتهم يا ابني وخدتهم. واول لما بيسمع كده بيجري علشان يلحقها، وهي بتبقى في الجراج وبتحاول تتصل على تشانج لكنه ما بيردش عليها. بتشوف جون جاي وبتنزل وبتساله هو انت كنت عارفني من الاول؟ ليه كنت بتضحك عليا؟ بيقول لها الصراحه كنت عارفك. بتقول له طب والتوكه دي معاك ازاي؟ انا ضيعتها لما رحت اقابل تشانج اول مره. بيقول لها انا لقيتها بالصدفه. فبتساله طب عرفت امتى انا من عيله تايجن؟ بيجاوبها بان لما تشانج شافك وانت بتشتغلي وقتها انا ربطت الاحداث وعرفت ان هو انت اللي راح قابلها. بتقول له وهي مصدومه طب والدتك كمان كانت بتمثل عليا؟ بيعرفها انها ما كانتش تعرف حاجه ولولا كده ما كانتش وريتك الصور. وبيعرفها ان هو قرب منها علشان تعجب بيه ويتجوزها وكل ده كان مصلحه. بترد عليه وهي مصدومه بانه انسان وقح. فبيقول لها انا حابب اوضح لك حاجه، انت اللي جيتي وقلت لي ان انت معجبه بيا وده بسبب ان انا اهتميت بيكي شويه يعني، هو لو
لو اي حد غيري كان عمل كده كنت هتعجبي بيه برضه ولا ايه؟ في عيونها بتدمع وبتبقى مذهوله من اللي بتسمعه. بتقول له يعني بعد ده كله بتقلل من حبي ليك؟ انت الصراحه انسان حيوان. وبتركب العربيه وبتسيبه وهي طالعه من الجراج، بتكون الدنيا بتمطر وبيبقى في كلب قدامها، وعلشان تتفاداها بتخبط في السور اللي قدامها. بيسمع جون الصوت فبيطلع علشان يشوف ايه اللي حصل، بيلاقيها كويسه وبتنزل من العربيه، بتروح تركب تاكسي لانها مش قادره تسوق. وشويه وبنشوف جون واقف قدام الشباك بيفكر في اللي حصل، وبيطلع علبه فيها ختمين وبيظهر ان هو كان عايز يعرض عليها الجواز. وتاني يوم بنشوف بقى البطله وبتغير ستايل شعرها خالص. في نفس الوقت صاحبتنا ليه بتبدا اول يوم شغل ليها وبتبقى فرحانه خالص، وبيعرف تشانج مامته ان هو انفصل عن ليه خلاص وانها مش شرط تضايقها تاني. في نفس الوقت بنشوف جون وهو رايح لمكتب يون الحربايه، واللي بتقول له انا عايزاك تشتغل معايا. بيرد لو عاوزاني اشتغل بسبب اختك فانا انفصلت عنها خلاص. بتقول له لا، انا سمعت عنك ان انت عندك مهارات فخليك تعمل لي خدمه، ولو عملتها كويس هتشتغل معانا على طول. وبيوافق جون الخنزير، ولما بينزل كده بتكون بطلتنا طالعه المكتبه ومحدش بيشوف التاني. بنشوف في الوقت ده تشانج راح يشوف ليه كده في البريك بتاع شغلها، وبيلاقيها فرحانه جدا فبيروحوا ياكلوا مع بعض. بعدها بيقعدوا شويه وبتروح ليه علشان تكمل الشغل، وبيروح جون الخنزير علشان يعمل الطلب بتاع يون الحربايه، وانها عاوزه تحجز مكان في المطار علشان يبيعوا المنتجات بتاعتهم. وفعلا بيقدر ان هو يعمل كده، وبتروح يون تبلغ الرئيس باللي عملته، لكنه ما بيشكرهاش وبيقول لها انت اخدت وقت كتير لما عملت الموضوع ده، وبيطلب منها تمشي. وبتكون يون متضايقه من عدم تقديرها ليه. وبنشوف بطلتنا بتطلب من جون بقى الخنزير ان هو اللي يجي الاجتماع الخاص بالشركه، وفعلا بتروح السكرتيره بتاعته وبتعرفه ان هم طالبينه بالاسم، وهو بيستغرب جدا. وبيروح للشركه وبيبقى قاعد مستني كتير لحد لما بتجيله السكرتيره وبتبلغه ان الاجتماع اتاجل، فبيطلب ان هو يقابل البطله حتى. وفعلا بيدخل لها وبتساله هو انت ايه اللي جابك هنا؟ بيقول لها انا جيت لك لما استنيتك كتير، انا كنت عايز بس اسالك هو انت ما سالتنيش انا بحبك ولا لا. بترد انها مش فارق لها اصلا، انت كده كده استغلتني. فبيقول لها انت لو كنت بتحبيني كنت سامحتيني على الغلطه ديت، وكنت فكرت بقلبك مش بعقلك لان هو ده الحب. بتقول له هو انت ليه حكيت لي كل حاجه بصراحه وما كدبتش عليا؟ بيقول لها علشان حبيتك. ولما بتحس جانج انها تضعف تاني بتقول له انها مش مسامحاه ومش هتسمح له ان هو يدخل الشركه دي من تاني. فبيقول لها بس انا هاجي كتير لان هشتغل هنا، وده بقى بسبب طلب اختك يعني، وانا موافق لانها فرصه بالنسبه لي كويسه. فبترد عليه وبتعرفه انها مش هتسمح له يعني يفرح بالشغل والمنصب الجديد. فبيقول لها وانا مستنيكي ومش عايزك تضعفي يعني وقلبك يلين تاني وتسامحيني على اللي عملته بسهوله. بعدها بيمشي وبتتصل عليه يون الحربايه بتطلب يجي لها، ولما بيروح بتعرفه انها اتقبل خلاص ويقدر يجي من الاسبوع الجاي. وبنلاقيه طلب ان هو يشوف تشانج كده وبيعرفه ان هو هيستقيل وهيروح يشتغل في مكان تاني، وان كده كده علاقته ما بقتش زي الاول. بعدها بيروح البيت وبيلاقي مامته محضره له الاكل، بيقعد ياكل معاها بس بيبقى سرحان، فبتساله ما بتاكلش ليه؟ بيعرفها ان هو انفصل عن جانج خلاص. بترد بزعل اكيد ده حصل بسببي، لان عيلتها عرفت ان انا بشتغل خدامه وكمان عند هان. انا اسفه يا ابني لاني سبب في حزنك. بيقول لها مش انت السبب، ما تحمليش نفسك اي حاجه، الانفصال ده كان شيء عادي وانا اللي السبب. بعدها بيكملوا اكلهم عادي. وبنشوف في الوقت ده تشانج هو كمان روح البيت، بتوري له مامته صوره مع ليه كده وبتقول له ليه كدبت عليا وانت عايز البنت ديت تتاذى ولا ايه؟ وفي نفس اللحظه لما بتوصل ليه بيتها بتقول لها صاحبه البيت انها لازم تمشي، وفعلا بدات الاذيه. بتسالها عن السبب، بتقول لها في ناس طلبت مني امشيكي وهتديني اضعاف المبلغ اللي انت بتدفعيه. وعند تشانج بيعتذر من مامته، بيقول لها خلاص انا مش هقابلها تاني والمره دي بجد بس مالكيش دعوه بيها. في نفس الوقت بتقرر ليه تتصل على ام تشانج، بتقول لها انا اسفه لو اتصلت في وقت متاخر، بس انا كنت عايز اعرف حضرتك ان انا اشتغلت في شركه فلو ينفع يعني تيجي تقابليني. وبتوافق فعلا تقابلها. وفي اوضه تشانج بيبقى قاعد حزين لانه عايز يكمل مع ليه، بس في نفس الوقت كلام مامته صح لانها مش من الطبقه بتاعتهم. وبيلاقيها بعتله رساله بانها ترجع للواقع بتاعها من تاني. وبنشوف في الوقت ده البطله راحت تتكلم مع اختها، بتعرفها ان جونج ساب لها الفلاشه اللي فيها كل البلاوي. وانا شك الصراحه انه ممكن يكون اتقتل بسبب الموضوع ده، لكن يون بتزعلها وبتقول لها انا ماليش علاقه بحاجه ويا ريت تقفلي الموضوع، لان اصلا جونج كان بياخد ادويه اكتئاب فممكن يكون هو اللي خلص على نفسه. في الوقت ده بنلاقي وانج بيروح لام البطله وبيعرفها ان اللي نقل الاسهم باسم البطله كان شخص باسم مستعار، وممكن ده يكون اخوها، وفي احتمال ان هو يطلع لسه عايش باسم مستعار. وتاني يوم صاحبتنا ليه بتقابل جون في الشركه وبتعرف ان هو بقى بيشتغل هنا في منصب كبير، وبتعرف انها انفصلت عن تشانج خلاص. وبيركبوا الاسانسير مع بعض، بتضغط البطله على الزرار علشان توقفه، ولما بتشوفه بتبقى هتمشي لكنها بتقرر تركب وبتنزل ليه كده في دور قبلهم علشان تروح تقابل ام تشانج. ولما بيجي الدور بتاعهم بينادي عليها، بيقول لها في حاجه نسيت اقولها لك، انا اللي نشرت عنك الاشاعات وان انت شغاله في السوق والكل عرف حقيقتك، لان عرفت وقتها ان انت لسه صغيره في تفكيرك، لانك لما قررت تسيب البيت وانت لسه مش مستعده كان اكبر غلط، وانا كنت بعمل ده علشان مصلحتك. بتقول له انا مش مندهشه من اللي انت عملته ده كمان. فبيقول لها لو عاوزه تبقى مستعده للمستقبل لازم تحط خطه كويسه ويبقى عندك هدف،
هدف وبيسيبها وبيمشي. وبنشوف صاحبتنا ليه وراحت تقابل حماتها المستقبليه باذن الله، بتقول لها انا عارفه انك السبب في ان انا كنت همشي من بيتي، بس انا جاي اقول لك ان انا خلاص مش هقابل ابنك تاني. بترد عليها بغرور ما انا ابني هو كمان قال له ان هو هينفصل عنك. فبتقول لها ليه طيب اتمنى بقى تسيبيني في حالي. عارفه ليه؟ لان الصراحه بقى شخصيتك ده عجباني اصلا وانا كده هحبك ومش هبعد عن البطل خالص. بتقول لها طب امشي قبل ما اجيب الحرس يرموكي. وبتبقى متجننه منها. بتروح في الوقت ده البطله تقابل الرئيس، بتتكلم معاه بخصوص الشغل وبعدها بتعرف انها انفصلت عن حبيبها وبتمشي وهي حزينه. وبيبقى الرئيس بيبص لها بنظرات اعجاب ومبسوط منها. وفي استراحه الغداء بتروح ليه تقعد تتكلم مع جون وبتقعد تتكلم معاه وتضحك وبتشوفهم البطله كده. وبعد ما بيخلصوا بتروح لها ليه بتسالها البطله كده هو انت ازاي ودوده مع الشخص اللي قرب مني علشان مصلحتي وضحك عليا. فبتقول لها بس هو ما عمليش حاجه وانت كمان برضو ضحكت عليا قبل كده وخبيت موضوع عيلتك. فبترد جينج بس انا كنت بحبك. بتقول لها ليه وهو كمان بيحبك على فكره وكان واضح عليه، المفروض ان انت كنت تسامحيه والصراحه شايفاكي بتبالغي في رد فعلك. وبالمناسبه بقى انا كمان انفصلت يعني عن تشانج. فبتسالها عملت كده امتى وبتبدا رغاوي البنات بقى. بتقول لها لما كنت هخسر بيتي بسبب امه وواضح كده انها شايفاه كنز. على العموم انا كمان متفهمه وضع جون لانه وضعه زي وضعي، وحاول انت كمان تتفهمي هو عمل كده ليه. في نفس الوقت بيبقى تشانج صاحبنا قاعد مستني البطله كده في مكتبها، لكن بتدخل هنا صاحبتنا ليه علشان تحط الملفات وبتشوفه. فبيقول لها ازاي تنفصل عني من رساله. بتقول له ماما جت عرفتني ان انت انفصلت عني اصلا، هي ليه بتتدخل في حياتنا؟ هو احنا المفروض اتنين كبار يعني؟ بيرد كده بحزن انا اسف والله. بتقول له بس انت كنت كويس معايا ما تعتذرش، الموضوع ما فيهوش غلط يا ابني يا حبيبي. ولما بتيجي تمشي بتدخل البطله وبتطلب منها تقعد معانا يعني، لكنها بتعرفها ان عندها شغل وبتمشي. وبتروح تعيط وبيشوفها جون وبيعرف ان السبب تشانج وبياخدها يتعشوا. وبتتصل عليها جانج كده وبتقول لها انها قاعده بتتعشى وبتطلب منها تيجي وتنضم ليها يعني، لكن ليه بترفض وبتقفل التليفون لانها عارفه انها قاعده مع تشانج. بنشوف في الوقت ده الرئيس قاعد مع هان وبياكل كده، ولما بيجي يقوم بيمسك قلبه وبيقع على الارض وبيروح وانج كده يبلغ مراته واللي بتروح المستشفى على طول. وشويه والرئيس بيفوق وبتكون مراته بتهتم بيه وبتعرفه ان جات له نوبه قلبيه ولازم يرتاح. في نفس الوقت بنشوف يون الحربايه بتتسحب للاوضه بتاعه البطله وبتحاول انها تفتح خزنتها لكنها ما بتعرفش، علشان كده بتخلي المساعد بتاعها يجي ويجيب حد متخصص ويفتحها. وفعلا بيعمل كده وتاخد الفلاشه وبتسيب باقي الورق. نروح لوانج اللي بيروح لام البطله وبيعرفها ان فريق البحث قال له معلومات مهمه وان جونج ممكن يكون اختفى اختفاء تطوعي. بتقول له باستغراب يعني ايه اختفاء تطوعي ده؟ علشان انا والمشاهد مش فاهمين. يعني اختفى بمزاجه بسهوله وزور ورق علشان يقدر يعيش كشخص تاني. فبتنصدم وبتقول له مستحيل ابني يعمل كده ويعذبني بفراقه. بيقول لها احنا لسه مش متاكدين وهندور اكتر في الموضوع ده. وعند البطله بتكون راحت الشركه علشان تكمل شغل وبيبعت لها جون عصير وبيبقى كاتب لها رساله بيشجعها فيها انها تكمل شغل عادي. بتروح تديله العصير وبيقول لها كويس انك جيتي، كنت عايزه اديك الورقه ديت بس مش هتاخديه غير لما تشرب العصير قدامي. وفعلا بتشرب العصير وبتاخد منه الورق وبتمشي. وبيبقى جون بيحاول يتقرب منها من تاني علشان يعرفها ان هو اتغير وان هو المره دي بيحبها من غير اي استغلال. وتاني يوم بيرجع تشانج البيت متاخر، باين عليه ان هو متقل في عصير الليمون ومش في وعيه. امه بتلاحظ ده وبتبقى حاسه انها ممكن تخسره. وبرده عند البطله بتاعتنا بتبقى راجعه وباين عليها التعب، وبتطلع عليها مامتها لاول مره وبتسالها لو تعبانه. فبتقول لها بطلتنا بحزن انا مش عايزه اعيش، ولا انت بتحبيني ولا حد بيحبني، الكل بيبعد عني، حتى اخويا توفى وسابني لوحدي، الشخص الوحيد اللي حبيته وحبني، اما الشخص اللي انا حبيته وارتبطت بيه طلع بيحبني علشان انا بنت عيله غنيه. فبتشفق عليها امها وبتقول لها ما تقوليش الكلام ده، انت عارفه ان انا كنت بعيد عنك، بس الفتره اللي فاتت كنت بحاول اقرب منك، انا فعلا كنت غلطانه. وبالنسبه لاخوكي فريق البحث بيقول ان هو ممكن يكون لسه عايش، فعايزاكي ما تكونيش في الحاله دي تاني. فبتعيط البطله وبتحضنها مامتها كده وهي بتعيط على حاله بنتها. تاني يوم بتكون ليه في الشغل بتتصل عليها ام تشانج بتعرفها انها عايزه تقابلها. وبالله ان الرئيس هو ومراته قاعدين مع المساعدين بتوعهم كده وبيوري لهم صور لجونج وبيكون عايش في جنوب اسيا. بينصدم الرئيس وبيتعب تاني. بنشوف في الوقت ده البطله خارجه من الاجتماع والشمس بتبقى جايه عليها، فبيحط صاحبنا الرومانسي ايده علشان يعمل لها ظل يعني. وبيجي له اتصال من وانج وبيبلغها ان الرئيس تعب وبيصر جون يوصلها بعربيته. وبتروح لهناك وبتعرف ان باباها كويس بس عمل التمثيليه ديت علشان جونج يرجع. بتروح البطله تتكلم مع يون وبتقول لها انا حبيت الواقع بتاعي وعايزه اعيش فيه وكمان ابقى في منصب اعلى، تنصحيني بايه؟ فبتقول لها يون لما المبيعات بتاعتك تزيد فمعنى كده انك بقيتي في اول الطريق. فبتتصل على صاحبتها ليه وبتقول لها بقول لك ايه، عايزين نزود المبيعات بفكره تسويق جديده كده. بتقترح على طول ليه ان هم يسوقوا عن طريقها بما انها بتستخدم منتجات شركه ابوها، وانها هتخلي جون يظبط لهم الفيديو اللي هيعملوه لانك عارفه يعني راجل محترم. وبتوافق البطله وبتروح لمكتبها وبتطلب منه يجي. بتقول له بقول لك ايه، انا عايزه اغير من نفسي كده وابدا من المنصب ده لحد لما ابقى في منصب اعلى وعندي خبره اكتر، علشان كده عايزاك تساعدني في فكره التسويق
السوق الجديده، فبيقول لها اول لما صديقي يبعت لي الفيديو اللي صممه هنشره على طول وما تخافيش انا جنبك. بنشوف احنا ام تشانج راحت تقابل بقى ليه وبتعرفها انها موافقه ترتبط بابنها، لكن ليه بترفض المره دي وبتقول لها ازاي ارجع له تاني، وانا عارفه ان احنا هننفصل برضه في النهايه لانكم رافضين جوازنا خالص. وبينتهي الحوار ما بينهم على الرفض. نروح بينا لجون اللي بيخلص الفيديو وراح وداها للبطله وبيعجبها خالص وبنشرها على طول. بتروح بقى ام تشانج لابنها في الشركه وبتحكي له اللي حصل، فبيقول لها ان دي حياتي انا ولازم اخد فيها القرارات اللي عايزها، ما ينفعش تتصرفي من مكاني، فالمره دي سيبيني اعمل اللي انا شايفه صح ويسعدني. بنروح بينا لجونج اللي بنشوفه رجع فعلا وبياخد وانج كده للبيت. بتبقى امه زعلانه منه وبتتخانق معاه لانه عذبها بفراقه بالشكل الغريب ده، وبنعرف ان وانج راح بعدها عند هان وده علشان يخليها تسافر وتسيب الرئيس في حاله بقى، وده بيكون امر يعني من ام البطله لانها حبت تصلح علاقتها مع جوزها خلاص. وهان بتوافق فعلا وبتاخد منه ورق سفرها. بيظهر معانا ان فيديو جانج نجح فعلا وبقت فيه قناه طالباه كمان، وبيطلعوا بقى على برامج على التلفزيون وبيبقى كل المواقع بيتكلموا عنها. وبنعرف ان يون الحربايه طلبت من جون ان هو يبقى في صفها ويبوظ الصفقه الصينيه، وقتها هيدمر حياه البطل خالص، وده بحجه انها عايزاه يعني تعيش الحال على مزاجها وتخلي والدهم ما يجبرهاش انها تشتغل في الشركه. وقتها هتدمر حياه اختها خالص، وان هو لو مش هيعمل كده يبقى يقدم استقالته، وبيعرفها ان هو هيفكر في الموضوع. نروح بينا لصاحبنا جونج بقى بعد العوده اخيرا. بيروح للشركه وبيقابل الرئيس واللي بيكون متعصب منه. بيقول له انا عملت كده بسبب ان ارائنا مختلفه في كل حاجه. بيقول له الرئيس بعصبيه يبقى تسيب البيت وتمشي كده يا ابني، بس ما تمثلش ان انت موت. فبيرد جونج ببرود يبقى ما كنتش جبتني تاني ويا ريت تسيبني احقق حلمي في تجارتي الخاصه. بيعرفوا الرئيس ان الايام الجايه هنشوف اذا كنت هتقدر تاخد عهدي وتخليه ملكك ولا لا. وبالليل في مكتب جون بنلاقيه بيكتب استقالته وان هو خلاص قرر يبقى في صف البطله. عند صاحبتنا ليه بتروح البيت وبتلاقي تشانج هناك مستنيها. بيقول لها بعد ما امي وافقت هو انت ليه رفضتي؟ بتقول له هي حزينه احنا ما بننفعش لبعض لان برضه في الاخر هيرفضوا جوازنا علشان كده هسيبني في حالي. بيقول لها بتاثر كده ان انا بحبك. بتقول له وهي بتعيط انا هنسى كل الكلام اللي قلته ده وخلينا منفصلين زي ما احنا. بتدخل بيتها وهي بتعيط وبيعيط تشانج لانه حاسس ان هو فقدها المره دي خلاص. وتاني يوم بيروح جون لمكتب يون بيديلها استقالته وبعدها بيروح لمكتبه بيلم حاجته علشان يمشي. بتوصل بطلتنا الشركه وبتوقفها صاحبتنا ليه بتوري لها الملف اللي بيبين زياده نسبه المبيعات. بتفرح جانج وبتروح لمكتب اختها على طول. بتقول لها الملف ده يثبت ان انا حققت نسبه مبيعات اكتر من اللي انت عملتيها اول لما اشتغلتي. فبتقول لها يونا على فكره جون قدم استقالته. بتنصدم جانج على طول وبتروح علشان تشوفه في مكتبه لكنه بيكون مشي خلاص وبتجري علشان تلحقه لكنها للاسف مش بتلحقه. بتقرر بقى انها تروح تزور اخوها برضه وتساله هو ليه كتب الاسهم باسمها. فبيقول لها انا عارف ان انا نقلت لك جزء صغير من الاسهم بس ولكن حبيت احطك على اول الطريق واخليك تحب الواقع اللي اتولدت فيه. بتقول له شكرا على كل اللي عملته لي بس انت ايه دلوقتي هتعمل ايه مع بابا؟ بيقول لها انا متاكد ان هو بيحبني وعمره ما هيفضل زعلان منه طول الوقت. بنشوف احنا كمان تشانج راح له مامته بيقول لها انت لازم تجوزيني ليه ويا ريت ما ترفضيش لان دي الحاجه الوحيده اللي هتخليني سعيد. بتقول له يعني انت عايز ايه مني دلوقتي برضه؟ بيقول لها انك تقتنع ان انا لازم اتجوزها. ايه اللي انا قلته صعب يعني؟ بتقول له طب ماشي يا عم انا موافقه خلاص اخيرا يعني. وبنشوفها فعلا راحت تقابل ليه كده وبتقول لها انا موافقه على جوازك من ابني. بترد ليه بس انا مش هقولك موافقه ولا لا غير لما اتكلم معاه بنفسي. وبعدها بتقوم علشان ترجع لشغلها وبتصل عليها بقى بيقول لها انا عارف ان انت قابلت امي علشان كده لما هخلص شغل هعدي عليكي. وهي بتوافق وبتكون مبسوطه. بنلاقي بطلتنا هي كمان راحت تقابل جون وبتساله امتى اول مره حسيت نفسك بتحبني؟ بيقول لها تعالي معايا هوريكي. بياخدها على الفندق اللي قابلت تشانج فيه لاول مره. بيدخل بها الاسانسير وبيقول لها اول مره شفتك هنا حبيتك وكنت عمال ابص لك وانت كنت سرحانه. بتقول انا مش بؤمن بالقدر بس هختارك. وبعد سنه بنشوف جانج بقى وبقت ناجحه في شغلها خالص ووصلت لمنصب كبير في الشركه. وبعد ما بتخلص بتروح للبيت بتاع تشانج وبنشوفه هو وليه اتجوزوا واخيرا علاقتهم مع بعض بتبقى حلوه خالص. ولا وكمان يا جماعه ليه بتبقى حامل مفيش مبروك ولا ايه؟ وبتسال بقى بطلتنا كده هو انتوا هتتجوزوا امتى؟ والموكوس جون ده اللي مش راضي يتجوزك. بتقول لها لما الشخص اللي بيحبني يعرض عليها الجواز. وفجاه بيحط جون قدامها علبه فيها ختمين. بيقول لها على فكره انا بحبك تقبلي تتجوزيني؟ وطبعا هي بتوافق. وانا كمان يا عزيزي المشاهد بقول لك بينتهي المسلسل الجميل. فاتمنى لو وصلت لهنا تشترك في القناه وتلف لفه كده ممكن يعجبك فيديو او الفيديوهات كلها الصراحه هتعجبك. احنا ما بنعملش حاجه وحشه. واحلى مسا عليك يا عسل انت والسلام.